لن نستطيع أن نقوم بهذا الواجب إلا عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله عز وجل، وخير من اتقاه، وخير من خشيه سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والقيام والتعامل عامة مع الناس، وكذلك في قراءته للقرآن الكريم وصلاته وخشوعه، هو يعتبر النجاة، ويعتبر الفلاح، ويعتبر المكسب العظيم لمحبة الله عز وجل لعبده، وكذلك الحصول على المغفرة، كما قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك نستأذنكم مشاهدي الأكارم في سرد بعضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة، وهدي التابعين والعلماء والربانيين في هذا الشهر الكريم، لنرى مدى تسابقهم ومدى تسارعهم في الخير، ثم نقص عن حالنا ونقص ذلك كمؤشر أداء في أي مربع نحن تجاه هذا العمل. كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تميرات، فإن لم يجد حصوات من ماء. ويذكر أنه كان يقول في بعض الأحاديث الضعيفة: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في باب الأذكار الباب واسع وفيه خير كثير، فقط بنية أن لا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا ينوي به السنة، لأن النية بالسنة فيه أجر مستقل. بالتالي حينما يذكر العبد أي ذكر من الأذكار له فيه أجران: إن كان سنة فله أجر إحياء السنة، وله أيضا أجر الذكر نفسه، فإن لم يكن سنة فله أجر الذكر فقط، لأن الله عز وجل يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم. وروي عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكره الإمام أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وهذا الحديث أيضا مرسل. وكذلك أيضا لا بأس أن يتعبد به الإنسان، ولكن لا ينوي به أنه سنة. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أيضا ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. وهذه هي السنة، أن الإنسان يعجل الفطر قبل صلاة المغرب، ثم يصلي صلاة المغرب جماعة مع المسلمين.
كان هذا هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم، يفطر على تمرات ثم بعد ذلك يقوم ويصلي. أما هديه عليه الصلاة والسلام في السحور فكان صلى الله عليه وسلم يتسحر. روى الإمام البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة، أو إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. إنها بركة، وهذه أكلة السحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وكان صلى الله عليه وسلم هو ذاته يتسحر عليه الصلاة والسلام. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال: هلموا إلى الغداء المبارك، هلموا إلى الغداء المبارك. هذه الأحاديث كلها مشاهدي الأكارم تدل على أن أكلة السحر فيها بركة مستقلة وفيها خير عظيم، وهذه البركة لا يعلم قدرها ولا تجاهها إلا الله عز وجل. فهل هي بركة في العمر، أو بركة في المال، أو بركة في الصحة، أو بركة في الرزق؟ الله أعلم، وقد تشمل ذلك كله. لكن نجزم أن أكلة السحر هذه هي بركة، هي بركة. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في الليل وحده. هذا هو الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم طوال العام، أنه كان يصلي وحده، ويصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ويوتر ب3. نعم، هذا هو عامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها تروي عن الليالي التي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وعن ليالي أخواتها أيضا، فلا يمكن أنها تجزم بهذا الجزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لأنها تراه في بيتها يصلي. طبعا عائشة كان لها الليلتان من الليالي، لأن ليلتها الخاصة وليلة سودة التي أعطتها لها، فكانت تستمتع بليلتين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مثل هذا الحديث لا يمكن أن تقوله هي رضي الله عنها وأرضاها لمجرد أنها رأت أنه يصلي في بيتها 11 ركعة، بل هذا عامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهو موافق أيضا لما فعله الصحابة رضوان الله عليهم حينما أمرهم عمر بن الخطاب أن يصلوا بالناس، فقام زيد بن ثابت وتميم الداري في الرواية الصحيحة عنهم، أظن رواها الإمام مالك في الموطأ، لا يحضرني الآن العزو، ولكن الإمام مالك في الموطأ ذكر هذا عن تميم الداري وزيد بن ثابت أنهم صلوا 11 ركعة. إذن هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب، وأحيانا كان يزيد على ذلك ركعتين فيصلي 13 ركعة، فيصلي 13 ركعة. وفي ذات يوم من الأيام خرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ليصلي وحده بالليل. دعونا نقرأ هذا الحديث، ما الذي حصل في ليالي رمضان. قال: روى الإمام البخاري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، يعني خرج من بيته ليلا، وصلى رجال بصلاته، وهذا يدل على أن المسجد فيه أناس كانوا يصلون،
فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يا سلام، كم كنا نتمنى أن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستمع إلى صوته عليه الصلاة والسلام ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. هنيئا للصحابة الكرام، استمتعوا بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، واستمتعوا بخشوعه، واستمتعوا بهدوئه صلى الله عليه وسلم، واستمتعوا بدعائه، فإن دعاءه مقبول عند الله عز وجل. بخ بخ للصحابة الكرام. فأصبح الناس فتحدثوا، يعني لما صلى النبي عليه السلام بهؤلاء القليل تحدث الناس أنهم استمتعوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع أكثر منهم. في اليوم الثاني اجتمع عدد أكثر قليلا، فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر المسجد من الليلة الثالثة. أصبحت الليلة الثالثة الآن العدد أكبر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته. الآن الليلة الأولى كان العدد قليل، ثم الليلة الثانية، ثم الليلة الثالثة أصبح العدد كثير، العدد أصبح كثيرا. الكل يريد أن يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا بيوتهم وتركوا مساجدهم وجاءوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم ذلك. الله خير من تسمع منه القرآن الكريم هو رسول الله، الذي سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من الرب سبحانه وتعالى. فحينما تسمع القرآن الكريم من أنزل عليه لا شك أن له طعم فريد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هؤلاء الصحابة اجتمعوا في الليلة الرابعة أيضا. قالت: فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. عجز المسجد عن أهله يعني امتلأ فل، كما يحصل في يعني بلاد الحرمين الشريفين، مسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى أيضا، فك الله أسرهم من اليهود المحتلين الغاصبين عليهم لعائن الله إلى قيام الساعة. نسأل الله تعالى أن يهيئ وأن يرفع علم الجهاد لضرب أعناق هؤلاء المجرمين. قال: فلما قضى، يعني حتى خرج لصلاة الصبح، يعني فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الرابعة انتظروه إلى صلاة الفجر فما خرج عليه الصلاة والسلام. فقال: فلما قضى الفجر، يعني بعد ما صلى صلاة الفجر، أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. ورأيتم كيف رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته. خشي أن تفرض عليهم، أن يأتي الأمر من الله عز وجل فتكون صلاة التراويح واجبة بهذه الهيئة، وهذا ربما يكون صعب جدا على الموظفين والدكاترة والممرضات والعسكر والأمة الإسلامية بجميع وظائفها ومهامها، ربما لا تستطيع أن تؤدي هذا العمل. هذا هو: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذا هو رسولنا الكريم، علينا أن نفخر به ونعتز به. رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام شفقته ورحمته على أمته لا تكاد حقيقة تصفها الوصف الصحيح. فمثل هذه المواقف يتبين لك: قال: خشيت أن تفرض عليكم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن نبيه عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. لا أدري متى كان هذا بالضبط، نحتاج أن نبحث
حتى نستطيع أن يعني فعلا يقول أن ذلك كان مثلا في السنة الثانية من الهجرة أو الثالثة أو الرابعة، لأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك. فمتى كان بالضبط الله أعلم، ولكن لا بد أنه كان قبل وفاته بفترة طويلة. لأن قوله فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك يدل ذلك. كذلك لما جاء عهد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق وخلافته كانت سنتان فقط، بقي الأمر على ذلك. فلما دخل عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولا أدري أيضا متى كان بالضبط، حينما جاء عمر ورأى الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادى كل منهم يصلي. هذا أيضا يحتاج إلى تاريخ ضبط، متى كان ذلك؟ هل كان في بداية خلافة عمر أم كان في وسطها أم كان في آخرها؟ الله أعلم. ولكن جاء عمر ووجد الصحابة يصلون فجمعهم على إمام واحد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يهيئ أصحابه لشهر رمضان، كان يهيئهم عليه الصلاة والسلام ويذكر لهم الفضائل والخير، ويذكر لهم أنه شهر مبارك وشهر رحمة ومغفرة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الترغيب في تفطير الصائم، وفي ذلك دعوة إلى التراحم والتكافل. كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الأحاديث التي تحثنا على تفطير الصائمين. عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان، وصلى عليه جبريل ليلة القدر. الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني في الكبير والبزار، وزاد بعد قوله: وصلى عليه جبريل ليلة القدر ورزق دموعا ورقة. قال سلمان: إن كان لا يقدر على قوته قال على كثرة خبز أو مذقة لبن أو شربة من ماء كان له ذلك. يعني هنا أيضا يبين سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الوجبة التي تقدم لا يشترط أن تكون وجبة دسمة فيها ما لذ وطاب، يكفي فيها أن تكون فيها مذقة لبن أو شربة من ماء إن كان له ذلك. إذا ننظر إلى هذا الفضل. هناك حديث صحيح أظنه في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر الصائم فله مثل أجره. لكن هذا الحديث ها هنا الذي رواه الطبراني في الكبير قال: من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان، وصلى عليه جبريل ليلة القدر. الله أكبر. وصلاة الملائكة على العبد هي دعاؤها له بأن الله يخرجه من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فتخيل أنت حينما تفطر صائما واحدا تصلي عليك الملائكة وتسأل الله عز وجل، يكفي ذكر اسمك عند الله عز وجل، فيقولون: يا رب صل على فلان وصل على فلان، يا رب صل على فلانة التي فطرت. يعني فضل كبير. ويدخر لك أيضا أن جبريل عليه السلام يصلي عليك. جبريل الروح الأمين رئيس الملائكة يصلي عليك ليلة القدر. ولذلك يعني دائما تقديم العمل الصالح تجاه المسلمين والمؤمنين وبناء التكافل أجره لا يعلمه إلا الله عز وجل. والله يا إخواني هذا الدين عظيم، دين كريم. يعني أنت لما تصلي وتقوم لنفسك الأجر هو لوحدك، فجعل الله لك أجرا عظيما. لكن إذا تركت العبادة النافلة طبعا من أجل أخيك ضاعف الله لك الأجر والثواب، أعطاك هذا الثواب وأعطاك فوقه ما لم يكن في البال. أيوة.
تأملوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو في الصحيحين، القائم على الأرملة والمسكين. شوف، قال لك القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الذي لا يفطر، أو الصائم الذي لا يفطر، يعني مدى الحياة. جعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبي يوحى إليه. انظروا، وهنا لما يقول لك القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد، الكاف هنا كاف التشبيه، مثل من بالمثل، سواء بسواء. الذي يقف واقفا يصلي، والذي يقوم على الأرامل يسدد أجاراتهم، ويسعى على أوراقهم، ويسدد الإقامات، ويسعى على مصالحهم، ويذهب ويأتي لهم بالمواد الغذائية، ويذهب ويأتي إلى المحاكم ويدافع عنهم، كالمجاهد في سبيل الله. يا سلام، رأيتم؟ إنما المؤمنون إخوة. الله عز وجل لم ينسى الفقراء ولا الأرامل ولا الأيتام، قدر عليهم ذلك صحيح، ولكن هيأ الله لهم الأسباب التي تعينهم على قضاء حوائجهم من قبل المحسنين. بل حتى الإيماء والعبيد جعل الله عز وجل لهم يعني مخارج كثيرة. من ذلك مثلا يقدر الله أن يقع الرجل على امرأته في نهاية رمضان، من أجل أن الله يريد أن يعتق زيدا من الناس مثلا، عبد من العبيد، يريد الله عز وجل أن يستجيب دعاءه، لأنه قال يا رب يسر لي عتق، فيقدر الله رجل من الأثرياء يقع على امرأته في نهاية رمضان وليس له حل إلا أن يعتق رقبة، فيقال له اعتق رقبة، فيأتي إلى هذا العبد الذي سأل الله فيعتقه. فتبارك الله، شوفوا أقدار الله عز وجل العجيبة. هذا وقع في الحرام وكانت كفارته عتق رقبة، وهذا سأل الله والله عز وجل على كل شيء قدير، فخرج من العتق الذي فرضه الله عز وجل على العبيد بسبب الكفر والحروب، جعل الله عز وجل لهم مخرجا. وهكذا أيضا في من ظاهر امرأته، في من كذا، فكله جعله الله عز وجل في أعمال البر والخير. يا سلام. وهنا يعني هذا الذي رواه الإمام الطبراني يصلي على من فطر صائما جبريل عليه السلام، وما ذكر جبريل هنا إلا لمكانته العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وكان يرغب صلى الله عليه وسلم في الاعتمار في رمضان، ويعلم أن عمره في رمضان تعدل حجة معه، وذلك بعد رجوعه من حجة الوداع. العمرة في رمضان لها فضل كبير مشاهدي الأكارم، لنستمع هذا الفضل بعد الفاصل، فابقوا معنا. ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد. مشاهدي الأكارم، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمرة في رمضان، فقال: العمرة في رمضان تعدل حجة معي. وسبحان الله، هذا اللفظ العظيم، هل قوله عليه الصلاة والسلام تعدل حجة معي، أن الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرها يختلف عن الحج بغيره؟ ظاهر الحديث يدل على ذلك. فمن ظفر أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحبه، فيبدو أن ثمة أجر مستقل في هذا الباب عن غيره. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد يعني تهيأت لهم الظروف وقدر الله عز وجل لهم ذلك، فما بال أو ماذا سيكون حال من أتى
بعد الصحابة من الأمم التي تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتمنى أن تحج معه، فجعل الله عز وجل لنا مخرجا أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام! وهذا فضل عظيم وتيسير كبير إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. من أراد أن يكون كمن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحرص على أداء العمرة في رمضان. مشاهدي الأكارم، أخذنا جزءا من برنامج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، واطلعنا على بعض الأعمال، لكن دعونا الآن نخوض فيما يتعلق بقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان وحال السلف مع ذلك. والله أنت حينما تقرأ وتتابع تتعجب كيف كان يعني يفعل هذا السلف الصالح، من أين يجدون الوقت الكافي لمثل هذه الأعمال العظيمة. سلفنا الصالح أنت تتعجب سبحان الله. وحينما تقارن بين فعل السلف وبين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا للأمة عامة. كان بإمكانه عليه السلام أن يقوم ويفعل كما فعل السلف، وهو قائد عليه الصلاة والسلام، لكن تجد أن عبادته وصيامه وقيامه وقراءته للقرآن يعني معقولة، وممكن الإنسان أن يقتدي بها في كل زمان ومكان. لكن السلف الصالح فهموا هذا، وفهموا أيضا لا مانع من أن يجتهد الإنسان في العبادة بشيء أكبر. فبالتالي رويت عنهم العجائب. الآن سنمر عليها أو على بعض منها. طبعا سنبدأ بإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا متنا سنسأل عنه عليه الصلاة والسلام: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فالذي سنسأل عنه هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالواجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع القرآن كل ليلة مع جبريل عليه السلام، يراجع القرآن كل ليلة مع جبريل عليه السلام. وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم راجع القرآن مرتين. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر الحديث أنه طوال الشهر رمضان يقرأ القرآن الكريم. مقدار هذه القراءة يبدو أنها مرة واحدة، يعني ختمة واحدة مع جبريل عليه السلام. وهذا معقول أن الأمة ممكن أن تقرأ كتاب الله عز وجل يعني يوميا جزء، مع المشاغل وطلب الأرزاق والوظائف والأعمال ممكن أن تقرأ جزء إلى جزئين. ولذلك قرأ النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل كل ليلة، يقرأ معه مع النبي عليه الصلاة والسلام مقدارا معينا، الله أعلم، الأحاديث لم تذكر مقدار ما كان يقرأه. لكن الرواية التي تقول في السنة التي توفي فيها راجعه مرتين، معناه أنه كان يراجع القرآن الكريم مرة واحدة، والعلم عند الله. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة ل6 مضين من رمضان،
والإنجيل ل13 خلت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. يعني نزل ليلة 25 يعني، وليست ليلة 27. في بعض الروايات أن القرآن بدأ نزوله ليلة 27، لكن لا يمنع هذا، ربما يكون نزل من بيت العزة إلى سماء الدنيا ليلة 25، وبدأ نزوله في ليلة 27، لا مانع من ذلك. قال عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراجع القرآن مع جبريل. قال ابن رجب رحمه الله في حديث ابن عباس أن المدرسة بينه وبين جبريل كان ليلا، أو أن المدارسة بينه وبين جبريل عليه السلام كان ليلا، يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. لا شك أن الليل السكون والهدوء، تستطيع أن تقرأ القرآن وتفهمه، لكن اليوم الناس تسهر مع الأسف، فليس لها وقت أن تقرأه إلا في النهار، وخصوصا في بعض الأوقات وعقب الصلوات هي الفترة التي يقرأه فيها القرآن الكريم. وهناك فرصة لاستماع القرآن الكريم كاملا في صلاة التراويح، ولذلك الإنسان يحرص أن يصلي خلف من يقرأ القرآن الكريم بخشوع وخضوع، ويقرأ جزءا حتى تستطيع أن تمر عليه، لأنك في القراءة لك بحرف حسنة، والحسنة تضاعف 10 ضعف. في الاستماع لك النصف من ذلك، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك النصف من ذلك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه فائدة أخرى، أن الرحمات تتنزل حين الاستماع للقرآن الكريم. فإذا كان الشخص يقرأ آية ويركع، يقرأ آية ويركع، يقرأ آية ويركع، مقصود الخشوع والخضوع ذهب بهذا. والله ليت الأئمة يفقهون هذا الكلام. كيف تقرأ آية وتركع، تقرأ آية؟ أولا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا لا تستفيد من القرآن كما ينبغي، لا تحصل الفائدة المرجوة. يعني وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. قال كان ليلا يدارسه القرآن أكثر من تلاوة في الليل نهار، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه. بدأ يذكر أسباب القراءة بالليل. قال عبد الله بن عباس إنه أنزل القرآن الكريم، إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد ذلك قوله تعالى: إنا نحن نزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أما طريقة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ذات ليلة في رمضان. قال حذيفة يحكي لنا هذا الموقف رضي الله تعالى عنه، قال: فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل، فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. لا إله إلا الله. هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة فقط، صلى عليه الصلاة والسلام البقرة كاملة، 2.5 جزء تقريبا، ثم صلى النساء
طبعا آل عمران في الترتيب أولى، لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت النساء بعد البقرة، ثم نسخ ذلك فأصبحت آل عمران بعد البقرة. لكن في هذا الحديث دليل على أن في الترتيب كانت البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهكذا قال العلماء. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ 5 أجزاء في ركعة واحدة، وما توقف حتى جاء بلال نبهه على أن الوقت قد حان. قالوا: وقد روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم 3 ليال و20 إلى 3 الليل وليلة 25 إلى نصف الليل، فقالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يا سلام! وهذا مخرج عظيم إخواني في الله، أن الإمام إذا صلى ما تيسر له من القرآن وقرأ بالجزء مثلا، يعني لا يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يستطيع أن يفعل مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن يصلي خلفه الضعيف والمريض وذا الحاجة. حتى في صلاة الرحمة وإن كانت سنة، المريض يريد أن يصلي، وذا الحاجة يريد أن يصلي، والمستعجل يريد أن يصلي. فلما تكون الصلاة معقولة جزء جزئين الناس تصلي خلفك. والبشارة أين؟ البشارة أن يحسب لك قيام ليلة، يحسب لك قيام ليلة كاملة، وهذه نعمة كبيرة، سواء صليت مع إمام الذي يطيل 5 6 أجزاء، أو يحكى أن في مصر رجل كان والنفسي أزوره وأصلي خلفه يقرأ كل يوم أو كل ليلة 15 جزءا، يختم في كل يومين. والله يعني هذا شيء عجيب. قالوا موجود في مصر معروف ومسجده معروف، أنا الآن لا أذكر الحضور، لكن هذا يعني أن تذهب ليلة ليلتين تصلي معه وتستمع للقرآن الكريم 15 جزءا فتستمع، مكسب كبير والله. قال: وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. يا سلام! يعني هذه حقيقة نصيحة لكل شخص، إذا صليت لا تقطع الصلاة وتخرج تصلي 4 ركعات وتخرج، لأنك لن تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام كاملا. فلذلك خذ بهذا الحديث: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني أن يكتب لك قيام ليلة مثلك، مثل الذي قرأ 15 جزء، مثل الذي قرأ القرآن الكريم كاملا، يكتب لك قيام ليلة، أنك قمت وتم. كيف تفوت هذا الفضل وتقطع تذهب لوحدك؟ يعني وهذا يدل أيضا على عدم الاختلاف، لأن الذين يصلون 4 ثم يخرجون يشوشون على إخوانهم، فأنت يا أخي تشوش على إخوانك ويفوتك هذا الأجر، ولا تصل إلى مرحلة درجة النبي عليه الصلاة والسلام. أو من أصلها صل في بيتك، لماذا تأتي إلى المسجد؟ إذا كنت تريد أن تصلي 4 ركعات 4 تسليمات صل في بيتك يا أخي. صلاة أحدكم في بيته أفضل إلا المكتوبة، وهذا ينطبق حتى في صلاة التراويح. قيام الليل في البيوت أفضل بلا شك، لكن الناس يعين بعضها بعضا في أنها يعني حينما تحضر صلاة التراويح يشجع بعضها بعضا، وبالتالي لا تقطع الصلاة وتذهب، أكمل مع الإمام حتى وإن صلى 20 ركعة، فإن ذلك ورد عن السلف الصالح. وأيضا يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. حال السلف في رمضان: كان قتادة رضي الله تعالى عنه يدرس القرآن في شهر رمضان، وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، يتركون كل الدروس ويقرؤون القرآن. قال عبد بن عبد الحكيم ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. الإمام مالك يترك علم الحديث
ويذهب يقرأ القرآن من المصحف، وليس من حفظه. الإمام مالك حافظ، لكن قراءة القرآن من المصحف فيه أجران: أجر التلاوة وأجر استخدام نعمة البصر في قراءة كتاب الله عز وجل، وتجتمع فيها الحواس كلها: السمع والبصر والفؤاد. قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. نعيد فعل عائشة أيتها الأمهات الأخوات، اسمعنا إلى قدوتكن عائشة. قالت: تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. يعني إن بعد طلوع الفجر تبدأ تقرأ حتى تشرق الشمس، فإذا أشرقت الشمس ذهبت وأخذت قيلولتها. قال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابهم. قال الإمام رجب رحمه الله: وكان السلف يتلو القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. كان الأسود بن يزيد يقرأ في كل ليلتين في رمضان. كان الأسود بن يزيد يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان، يعني يختم القرآن 15 مرة، هذا الأسود بن يزيد. وكان إبراهيم النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في 3، يعني يختم كل 3 ليالي، يعني يقرأ في اليوم 10 أجزاء، 10 أجزاء يختم كل 3 ليلة، كل 3 ليالي. الله. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأواخر كل ليلة. يا سلام، انظروا إلى قتادة رضي الله تعالى عنه وارضاه، يختم في كل 7 دائما، يعني برنامجه السنوي يختم القرآن كل 7 أيام، وهذا من أفضل أعمال الحفاظ، أنهم يختمون القرآن كل 7 أيام، كل أسبوع هو خاتم لكتاب الله، وهذا يثبت الحفظ بالتجربة وبالمدارسة. وفي رمضان كل 3 ليالي يختم، وفي العشر الأواخر كل ليلة، كل ليلة. وبالمناسبة قراءة القرآن كاملا يتطلب 6 ساعات، أن تقرأه حدر، خلال 6 ساعات أنت تختم القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا هو الحدر. بهذه الطريقة تختم في 6 ساعات، تختم في 6 ساعات، وهذا مجرب معروف لدى الحفاظ. يعني كانوا يقرؤون في بعض المساجد التي كنا فيها من الساعة 4 بعد الفجر وينتهي الساعة 6، تقريبا 6 ساعات. إذا لما يقول لك كان يختم كل ليلة، معقول، يعني معقول. إذا بدأ مثلا بعد صلاة العشاء عنده قبل الفجر هو ينتهي. والسلف الصالح كانوا حفاظ جدا. قال: وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وعن أبي حنيفة نحوه. لا إله إلا الله. قال الإمام الشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، يعني كان عنده صلاة ويقرأ أيضا في خارج الصلاة 60 ختمة. لو جينا نحسبها، الزمن 24 ساعة، وقلنا أن القرآن يتطلب 6 ساعات، معناه أنه يحتاج أنه يختم كل يوم يحتاج إلى 12 ساعة.
حتى يختم القرآن مرتين، لأنه في اضربها في 30 يوما 60، معقول 12 ساعة. وكان السلف الصالح يعني سبحان الله قد فتح الله عز وجل عليهم من الأموال والخير، أو أنهم كانوا يعني مكفولين تجاه الأوقاف التي كانت تكفلهم، ولذلك كانوا متفرغين. كانت هناك وظائف ولا انشغالات بالمزارع، كانوا متفرغين رضي الله عنهم وأرضاهم للتعليم والتدريس. وكان أهل الفضل من التجار والخير يشاركونهم في هذا العمل بما أوقفوه من أوقاف. رأيتم مشاهدي الأكارم قيمة الأوقاف؟ يعني لا تظنون أن الإمام الشافعي لا يشتغل ولا يعمل ولا عنده، لا، كانت هناك أوقاف تصرف على الإمام ابن تيمية وعلى الإمام النووي وغيرهم، أوقفها تجار المسلمين الذين شاركوا هؤلاء الأئمة في الدعوة والصلاح. أيها التاجر المسلم، أيها التاجر تريد أن تشارك في العمل الخيري وفي الدعوة وتكون مثل العلماء تماما، شارك بمالك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، هذا هو الإمام الشافعي، فهو يتلو آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أنفق على الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل والإمام مالك وغيرهم، أنفق عليهم من أجل أن يقوموا. يعني الله عز وجل لم ينسى التجار ولم ينسى أهل الفضل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقولون الكنترول انتهى الوقت، وكان هنا آثار يعني نقلتها لكم عن السلف الصالح أنت تتعجب منها. كنت أريد أن أقرأ، لكن على كل حال أنتم أيضا في انشغال كبير. إذا سنحت الفرصة في الأسبوع القادم نقرأها ونكمل عليكم حال السلف في رمضان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن نختم نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ونسأله سبحانه وتعالى إن عجزنا أو قصرنا في قراءة كتاب ربنا أن يغفر لنا وأن يعفو عنا بحبنا لأهل القرآن. اللهم إنا نحب حفظة كتابك الذين بذلوا كل أوقاتهم في مراجعة كتابك وقراءته، فإنا نحبهم. اللهم فلا تحرمنا أجرهم يا ذا الجلال والإكرام، واحشرنا معهم، وارزقنا يا ذا الجلال والإكرام المنقبة التي أعطيتهم إياها فكانوا من أهلك وخاصتك، فاجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.